ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. رجعت لكم فيديو جديد طبعا بعد غياب 10 ايام برضو يعني. والله يا جماعه كل ما اقول هستمر بيرجع يحصل حاجه وما استمرش. بس الحمد لله يعني عشان الفتره اللي فاتت كنت تعبانه، ومع اني كنت تعبانه كان في امتحانات شهر ومراجعات طبعا، فبصراحه كانش الوضع احسن حاجه خالص يعني الحمد لله. وخصوصا ان انا بقى لما تعبت اكتر ما كنتش عارفه بصراحه اصور، ولا كنت اصلا عارفه اعمل حاجه ولا قادره اعمل حاجه. فمش مشكله باذن الله هنعوضهم. يلا بينا نبدا فيديو النهارده. وقبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله. ويا ريت تشدوا حيلكم بقى شويه عشان احنا خلاص فاضل لنا حاجه بسيطه على ال2000 مشترك، فشدوا حيلكم بقى شويه كده معايا. ويلا بينا نبدا. بصوا يا بنات، قلت لازم افتح معاكم طبعا الباكج المراجعه النهائيه. هو وصل على طول ما تاخرش. سوري يا جماعه طبعا على الاصوات اللي بتظهر مره واحده دي، بس اعمل ايه؟ حد بينده يا الجرس يعني، اكيد بقى اكيد اتعودتوا، لازم تكونوا اتعودتوا، ولو ما اتعودتوش اتعودوا بقى خلاص. المهم كنت بقول لكم على المراجعه النهائيه بقى. وصلت على طول وما اتاخرتش. ومش فاكره قلت لكم الفيديو اللي فات اني مش عارفه كنا طالبينه من على بوك سيلفر، او اسمه بوك سيلفر صح؟ او سيلفر بوك. بوك سيلفر بتهيألي، مش فاكره ايا كان يعني هو البتاع ده. المهم بقى فتحت المراجعة النهائية وقعدت اقلب فيها كده واشوفها. المراجعة النهائية كانت شاملة ايه؟ كانت لما كان بيعمل لنا يعني مراجعة نهائية للشرح كله في مذكرة، وكتاب تدريبات، وكتيب امتحانات شاملة، والمراجعة النهائية بتاعة الدين طبعا دي اساسية بجد، احلى حاجة بيعملها. ماشي. خلاص بقى كده فتحناهم. قعدت بقى اقلب شويه في المذكره عشان نشوف في ايه. الدين كان عباره عن ايه بقى؟ كان 3 وحدات، كل وحده 3 دروس. ماشي. نبدا بقى في الدين اول حاجه يعني. ربنا يوفقنا بقى جميعا. اول حاجه طبعا قبل ما بيبدا بقى او يدخل عامه يعني في الشرح بتاع المنهج نفسه، بيقعد شويه كده بقى يدي نصايح الاول، ونصايح عامه يعني. وبيكلمنا ان احنا حتى ليه انا بصراحه ليه يعني نقعد نسمع محاضره الدين وكده. انا عايزه اقول لكم انا كنت والله كان الشيطان بيلعب في دماغي اللي هو لا انا مش قادره اعمل حاجه ومش قادره اذاكر الدين، وده في الاول وفي الاخر الدين، واكيد في حاجات عارفينها ومش في حاجات عارفينها، وطبعا انتوا عارفين الكلام ده كله. بجد ما كنتش قادره خالص، ما كنتش قادره اعمل حاجه تماما، وما كانش عندي طاقه اعمل حاجه. فعشان كده الكلمتين بصراحه اللي قالهم يعني كتر خيره عليهم، لان فعلا الكلمتين دول خلوني اذاكر، بجد خلوني اذاكر. ايه هما بقى الكلمتين دول؟ كان طبعا بيقولوا لنا نستحضر النية، ونستحضر النية في المذاكرة، والنية دي بناخد عليها حسنات، وقعد بقى يقول شوية كلام كتير قوي كده اكيد انتوا عارفينه. ف بعد كده بقى بدأ الشرح. لما بدأ الشرح الدروس نفسها اللي كانت عندنا كانت جميلة قوي بجد. الدروس اللي كانت موجودة كانت جميلة. اول درس مش فاكرة كان عن ايه. بجد والله نسيت، والله العظيم نسيت بجد. رغم ان الامتحان كان لسه امبارح نسيت. اولا انا فاكره اللي انا فاكره اكتر حاجه اثرت فيا اللي هو بتهيألي كان اول درس برضو عنه. كان في سيدنا ابراهيم وموقفه مع ابوه، وموقفه مع مراته زوجته، وموقفه مع قومه، والكلام ده كله. وكان عندنا سورة طبعا الحجرات. وايه تاني؟ واللي هو يعني ان احنا ما نغتابش حد ومش عارفه ايه والكلام ده كله، بجد كان تحفه قوي المحاضره دي. او بصوا انا فاهمه يعني الكلام اللي اتقال، انا فاهماه وفي دماغي، بس مش عارفه اوصله لكم. فانتوا لو سمعتوها، لو انتوا في تانية اكيد سمعتوها، ولو انتوا مش في تانية يعني بجد انا بنصحكم تسمعوه. يعني شفتوا انا بقول لكم اهو، بنصحكم تسمعوه حتى لو انتوا مش في تانية. ليه بقى بقول لكم كده؟ لانها ما كانتش مجرد مراجعه منهج هنروح نمتحن عليه ونحط اللي احنا ذاكرناه او حفظناه في الورقه. لا. يعني انا بجد من ساعه ما سمعت المحاضره دي اي كلمه بنطلعها من لساننا والله بجد بقيت احاول افكر فيها الاول ان احنا ما نغتابش حد. ساعات مش بنكون قصدنا ان احنا نغتاب حد، بس ده بيكون لا دي بتكون غيبه واحنا ما بنبقاش عارفين. لا عادي ما تتخضوش، عادي ده العيال بتطلع من تحت الترابيزه. والله يا جماعه بيشتتوني تشتيت رهيب. اكتر وقت بعرف اذاكر فيه هو الوقت اللي بيبقاش فيه ما بيبقاش فيه يكون اي حد موجود خالص، حرفيا ما يكونش اي حد موجود حواليا، لاني لو حد موجود حواليا بفضل اتكلم معاهم، وكمان صوتهم حواليا بيشتتني. المهم نرجع بقى لموضوعنا.
طبعا حفظت الصورة، كلامه برضو خلاني حفظت الصورة. ليه بقى؟ لان قال طبعا ان احنا كل حرف في القرآن كل بحسنة، والحسنة ب10، وطبعا الله يضاعف لمن يشاء. فعشان كده دي حاجة شجعتني حتى ان انا احفظ الصورة. هي الصورة كانت 18 آية، بس الفكرة مش في كده بقى. الفكرة ان احنا لما نيجي نحفظها مش هنحفظها مرة واحدة بس، لا احنا هنحفظها كتير قوي. يعني احنا لما بنفضل نحفظ، انا هقولك انا بحفظ ازاي. انا بحفظ مثلا آية آيتين 3، والآية اللي احفظها تمام، حفظت الآية التانية اروح جايبة الآية التانية والآية الأولى. بصوا انا غبت غيبة غريبة شوية، بس عادي يعني، اعملوا نفسكوا عادي يعني. طبعا الفيديو ده كان المفروض ينزل قبل الامتحان، بس طبعا مش هيلحق. ليه بقى؟ لان النهارده التلات، يوم الامتحان، الساعة 4:15. بصوا انا كنت تمام، ذاكرت الوحدة الاولى وبتاع، جيت عند الوحدة الاولى خلاص سبتها بقى وما ذاكرتهاش تاني. فذاكرت امبارح بقى، يعتبر كده امبارح ذاكرت الاولى والتانية، او مش الاولى والتانية يعني، امبارح قصدي امبارح التانية. وبذاكر دلوقتي التالتة، هاخد اخر درس، هحل بس التدريبات بتاعة الدرس التاني في الوحدة التالتة. تمام، وهبدأ على طول في الدرس التالت. تمام كده يعني، مفضليش غير الحتة دي الحمد لله. بعمل بابونج دلوقتي، ماشي، هصب بقى الاول وبعد كده ارجع لكم. ودي حالتي بجد ايام الامتحانات، ببقى حرفيا مش قادره وواجلد نفسي بقى قبل الامتحان. بصوا يا جماعه اللي حصل ان انا ما كنتش قادره خالص، وفصلت ودماغي علقت، معرفش في ايه اللي حصل كده، دماغي علقت بجد، اللي هو انا مش قادره، مش قادره استوعب ومش عايزه استوعب. فروحت جايه قافله البتاعه، لاني لو حرفيا لو كنت سمعت كملت المحاضره ما كنتش بجد هكملها وانا منتبهه لها خالص. فانا عملت ايه؟ ليله الامتحان وانا قاعده بذاكر، ما طولتش في السهر. انا كنت نايمه الساعه كانت 10 وحاجه او كانت داخله على 11 مثلا يعني. نمت وظبطت المنبه، واختي طبعا كانت سهرانه، لان ايام الامتحانات دي حرفيا محدش بينام. فصحتني الساعه 3، قمت الساعه 3:15 كده، كنت ظبطت المنبه يعني 3، وصحيت 3:15. فبس بصراحه بقى كنت قايمه فايقه، قوي قوي قوي. نمت براحتي ونمت بالليل يعني مش بالنهار. ولو كنت سهرت على فكره برضه ما كنتش هقدر، وكنت هنام، ما كنتش هقدر اطول. فبجد دي احلى حاجه انا عملتها، وبجد يعني انا بحمد ربنا ان انا الفكره دي جت في دماغي، وان انا نمت بدري، لان انا ساعات دماغي بتسوحني ان انا اسهر، ولما بسهر ما بعرفش اركز كويس. انا كنت بعمل ايه؟ كنت بذاكر اللي كنت بذاكره، الدرس اللي كنت بذاكره، وفي تدريبات في اخر الدرس فبحلها. وبعد كده هو طبعا مستر خليلها عمل لها نماذج يعني، عمل لها نماذج PDF وكده، فانا كنت بحلها واصححها. هي بصراحه ما كانتش محتاجه. وفي اخر المذكرة الدين خالص فيها امتحانين شاملين. فانا بعد ما خلصت خالص مذاكرة، وبعد ما حفظت الصورة وحفظت الاحاديث وكده، رحت بقى قاعدة وحل الامتحانين الشاملين. يا دوبك حليت الامتحانين وقمت لبست ومشيت على الامتحان حرفيا. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. وما تنسوش تعملوا يا جماعه سبسكرايب علشان قربنا نوصل 2000 مشترك. وبس ده كان فيديو النهارده. باي باي.